Be strong. يعطيكم العافية، وكيف حالكم وشو أخباركم؟ طمنوني عنكم، يا ريت تحكوا لي أخباركم بالكومنتات. وصفتنا اليوم رح نعمل كيكة ريد فيلفت باوند كيك. طبعا كيكة الريد فيلفت كتير له عشاق وكتير له محبين، وتحضيره كمان كتير سهل. راح أعمل أول خطوة معاكم إني راح أخلط كل مواد السائل الموجودة عندي تحت الفيديو، اللي هي عندي الحليب، الزبدة، الزيت، الخل، لون الطعام والفانيلا. بخلطهم بحطهم عندي على جنب. بعدين عندي في الخلاط راح أضيف المواد الجافة اللي هي عندي الطحين، سكر، كاكاو، والملح والبيكنج صودا. راح أخلطهم بس إنهم يدخلوا ببعض. بعدين راح أضيف المواد السائلة وأشغل الخلاط عليهم مدة دقيقتين لغاية ما يتجانسوا. طبعا انا غايه قبل ما ابلش تحضير اي كيك او اشتغل فيه بكون فرني شغال حراره 180 درجه، والقالب بكون عندي مجهز، يعني انا بطنته بالزبده مع الطحين وجاهز، لانه عندي الكيك فيه بيكنج صودا وفيه خل، فلازم يفوت عندي مباشره على الفرن. بوزع عندي الخليط بدخله على الفرن لغايه ما احط فيه عود اسنان يطلع نظيف. هلا راح نجهز مع بعض احنا كريم تشيز فروستنج او تغليفه الجبنه، بس راح تكون عندي خفيفه. راح اخلط الجبن الكريمي مع سكر البودره، راح اضيف لهم الحليب بالتدريج معلقه تقريبا، ياخذوا معي ربع كوب لما توصل القوام اللي انت بدك اياه او الرخاوه اللي انت بدك اياها. راح ازين الكيك عندي بعد ما يبرد نهائيا بالفروستنج هذا، واحط عليه حبات فراوله او رازبري او اي شيء متوفر عندك. بس اهم شيء تجربوا الوصفه وتخبروني بالكومنتات.